مساء الفل. النهاردة هكلمكم عن حلقة مهمة جدا. حلقة النهاردة عن أخطر أنواع الفنون في حياتنا. فن موجود من زمان جدا جدا، وللأسف احنا مش بناخد بالنا منه. بس الفن ده مش بيبني خالص، احنا متعودين دايما ان الفنون بتبني. الفن بتاع النهاردة ده بقى بيهد مش بيبني. عشان ما اطولش عليكم في المقدمة، فن النهاردة اسمه فن إفشال الناجح. فن إفشال الناجح. الفن ده يا جماعة متوارث عندنا من زمان، من بدري. يعني مش هو لسه النهاردة ولا امبارح ولا من أول ما ظهرت السوشيال ميديا، لا لا لا. الفن ده موجود من بدري، موجود من أيام مجدي يعقوب، موجود من أيام زويل، موجود من أيام أي حد بيحاول ينجح في البلد دي وبيفشلوه. احنا هنا بنحارب الناجح، بنحاربه بكل قوتنا عشان نوقعه بكل الطرق بقى، اللي مشروعة والغير مشروعة. هي أصلا معظم الطرق أو كل الطرق اللي بتفشل الناجح تبقى غير مشروعة. لما تفشل الناجح بكلمة تبقى غير مشروعة، لما تفشله بتصرفات تبقى غير مشروعة. كل حاجة. هتقولوا لي ان البلد دي بس اللي كده، لا. طب ما في بلاد تانية كتير كده؟ لا، مفيش حد كده، بدليل ان كل الناجحين اللي موجودين في البلد دي بيهربوا على بره. وانا قلت لكم المثالين ده هم وغيرهم كتير. محمد صلاح ده، دول الناس المشاهير اللي احنا نعرفهم. يعني دول الناس اللي التلفزيون والميديا والوسائل الاعلام كلهم بيجيبوا سيرتهم، لان هم المشهورين اللي خدوا السبوت عليهم. انما في غيرهم ملايين بيهربوا بره البلد دي وبينجحوا ومحدش يعرف عنهم حاجه. يعني مثلا بيبقوا ناس عاديين ومش لاقيين فرصتهم هنا، ولاقيين الناس كلها هنا بتفشلهم وبتخليهم يفشلوا، مش بيفضلوا في البلد دي، بيسافروا على بره على طول. ايا كان بره ده فين بقى، ايا كان. انما احنا هنا مفيش حد ناجح بيعرف يكمل، الا قليل جدا، الا اللي بيحاول يثبت بكل قوته، اللي بيحاول يعني يضغط على نفسه ويحاول يقاوم الناس اللي بتضغطه بكل قوته. بيواجه بقى ضغوط نفسيه، بيدمر نفسيا، بيقع في الطريق مليون مره. طبعا مفيش حد بينجح في البلد دي بسهوله يا جماعه خالص، مهما كان تخصصه. واوعوا تقولوا ان مثلا عشان مجدي يعقوب ومجال الطب والمجال دوت صعب ومش صعب، ولا احمد زويل عشان مجال الذره والكلام ده. لا لا لا، من اصغر حد بيحاول ينجح لاكبر حد. محمد صلاح بدأ ازاي؟ ما هو كان لعيب كرة بسيط وفي نادي مش معروف اصلا. نجح في البلد دي؟ لا، معرفش يوصل لحاجة في البلد دي. لو كان كمل في البلد دي كان فشل اكتر، ما كانش وصل لأي حاجة من اهدافه. انما بره بيساعدوا الناجح عشان يكمل. عندهم مشاكل كتير وعندهم قرف وبلاوي كتير، انا ماليش دعوة بالمشاكل اللي عندهم. احنا المفروض البني ادمين عامة يا جماعة، المفروض ان احنا نبص على الحاجة الحلوة وناخدها ونسيب الحاجة الوحشة. يعني انت مثلا قابلت شخصية معينة مثلا في حياتك فيها شوية عيوب ومشاكل، وبيقول كلام مثلا مش قوي، اسلوبه مش قوي، بس هو ناجح في نقطة معينة. فانت تعمل ايه؟ لو انت تعرف الحد دوت قوي، تعمل ايه؟ لما تقرب من الحد ده تاخد منه الحاجة الحلوة بس، وتركن الحاجة الوحشة. الحاجة الوحشة دي مش مسؤوليتك انت تصلحها، انت مش هتصلح الكون. تقدر تركنها على جنب وتاخد منه الحاجة كويس. نفس الكلام بالنسبة لبره والغرب. عشان بس ايه، ما حدش يقعد يقول لي الغرب شوفي بيعملوا ايه، ما هم عندهم برضو بلاوي، ما عندهمش ايه. انا ماليش دعوة، انا باخد منها اللي يمشي مع اسلوبي وحياتي وديني وتربيتي واصولي وكل حاجة، وبركن الحاجات الوحشة على جنب. انما احنا اللي علينا، اللي بنا اللي في بقنا، ان الغرب فاشل، ان الغرب وحش، الغرب ما يعرفش ربنا، الغرب مش عارفة ايه. ده اللي بنبصله. لكن بصينا للحاجة اللي بيعملوها صح او اللي بينجحوا فيها؟ لا، بصينا ان هم خدوا كل النوابغ اللي عندنا وكل الناس الكبيرة اللي عندنا وخدوهم ونجحوهم بره. بيستفادوا بيهم، حقهم، ما هم صرفوا عليهم، ما لازم يستفادوا بيهم، امال يرموهم بعد كده؟ بيستفادوا بيهم لانهم صرفوا عليهم، لانهم اتبنوا موهبتهم او اتبنوا نجاحهم وهو كان لسه في البدايه. لكن احنا هنا عملنا ايه؟ رميناهم، حاربناهم. ويا ريتنا رميناهم بس، لا ده احنا حاربناهم. يعني احنا يا ريت ان احنا حتى ما وقفناش معاهم وساعدناهم، لا ده احنا فشلناهم. طيب اذا عرف السبب بطل العجب. لو عرفنا ايه السبب يمكن نحاول نعالجه. ولو اني اشك ان احنا في الموضوع دوت
يعني نعرف نعمل اي حاجه. بس انا برضو هقول لكم اللي انا فاهماه واللي انا متخيلاه من ليه احنا بنفشل الناجحين. اول حاجه، التربيه يا جماعه في الاول عليها عامل بنسبه 80% او 70%، ماشي، وبعد كده بتكمل حياتك بقى على اللي انت اتربيت عليه. التربيه في البدايه لو انت متربي على الانانيه، ان لو اللي قدامك دوت نجح في حاجه فانت تبقى بتجز على اسنانك وتبقى هتموت وتبقى مش قادر تستحمل فكره ان في حد احسن منك، ان في حد بيتعب ويجتهد عشان خاطر يوصل وانت ولا حاجه، زيرو. بدل ما تفكر ازاي تنجح زيه، لا انت هتفكر ازاي تفشله. الاهل في البيت معودوش ولادهم ان في حاجه اسمها ناس ناجحه فنبقى زيها. في اهالي ما بتعودش ولادها على كده. في اهالي بتربي كره في قلوب ولادها. ازاي بيعملوا ده الاهالي وهم مش فاهمين، مش مدركين ان ده بيربي شخصيه مش سويه. يقولوا ايه مثلا؟ شايف ابن عمك عامل ازاي؟ شايف جايب مجموعه قد ايه؟ انت فاشل، انت مش زيه. هو عارف ينجح، انت لا. هو احسن منك في ايه يعني؟ ما تحاول تبقى زيه. هو انتوا فاكرين ده اسلوب تشجيع؟ لما تقارنوا بولادكم بحد تاني ده اسلوب تشجيع؟ لا، ده اسلوب احباط وحاجه تجيب الارض. ده مش اسلوب تشجيع ابدا. ده اسلوب هيربي كراهيه وهيربي احباط. هيكره ابن عمه عشان خاطر هو احسن منه، مش عارف يوصل له واهله عمالين يذلوه بيه، وكمان عشان هو مش عارف يبقى كويس وفاشل لوحده. فاللي هو احنا وصلنا بايه بالكلام ده؟ ولا حاجه، صفر. لا ابنك اتصلح، ولا عرف يوصل لابن عمه اللي انت عماله تقارنيه بيه، ولا هو نفسه عرف ينجح لنفسه. منابك غير ان انت بصيتي لغيرك وخلاص واستكترتي النعمه على غيرك، في حين ان ابن عمه ده اكيد تعب واشتغل على نفسه وذاكر وعمل وسوى، وانت ابنك ما عملش ده، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد. بس هو الانسان بيبقى عايز يطلع كده في ثانيه، حتى لو على حطام اي حاجه. فمن الاول التربيه غلط، لان المقارنه غلط. الظروف مش زي الظروف، طبيعه البني ادمين ودماغتهم وقدراتهم ومهاراتهم مش زي بعض. فبتقارنوا الناس ببعض ليه؟ ليه؟ ممكن يكون هو هينجح في الدراسه، ابنك ينجح في حاجه تانية، عنده موهبه معينه هي اللي تطلعه اكتر من ابن عمه. وليه اكتر؟ ما كلنا ننجح سوا وكلنا نطلع سوا. انتوا متخيلين يا جماعه لو كل الناس بقت عارفه تنجح كده بطبيعتها، كل الناس ما لقيتش حد يحاربها وكل الناس لقيت نجاح ولقيت تشجيع، حال البلد دي هيختلف كتير كتير. بس للاسف احنا بنشوف فين الحاجه الكويسه ونرميها في الزباله ونطلع الحاجه الوحشه على قفاها. فن افشال الاخر، فن افشال الناجح. تاني حاجه، عدم المحبه. انت لو مفيش في قلبك محبه او انت مفيش في قلبك محبه هتفضل تحقد على غيرك. هيتولد جواك غيره وكره وحقد على اللي قدامك عشان هو نجح وانت لا. بدل ما تفكر تنجح ازاي، هتفكر تفشله ازاي وانت هتفضل مكانك. هو انت لما بصيت للناجح دوت دلوقتي او حقدت عليه او ضريته في اي شيء مثلا، انت كده نجحت؟ لا، ده انت كده بقيت صورتك قدام نفسك زي الزفت. ده لو انت بتحس. انما هو ما حصلوش حاجه، هو اتضر طبعا، يعني مش هنكر، هتحسده وهتضره وممكن تاذيه في شغله او تاذيه في الحاجه اللي هو شاطر فيها، فطبعا انت كده هتاذيه، بس ربنا مش هيسيبه. قدامها ربنا هيعاقبك انت ومش هيسيبه هو، هينجحه هو اكتر وهيفشلك انت اكتر، لان انت ما تستحقش. فتاني حاجه عدم محبه. لو انت بتحب لغيرك زي ما بتحب لنفسك، لو قلت ايه المشكله لما ابقى انا ناجح وهو ناجح؟ ايه المشكله لما ابقى انا شاطر وصاحبي شاطر؟ ايه يعني؟ ايه المشكله لما يبقى عندي انا رزق وصاحبي عنده نفس الرزق؟ ايه المشكله لما انا اكون باخد مليون وغيري بياخد مليون؟ لما اكون انا باخد 10 جنيه وغيري بياخد 20؟ ايه يعني؟ ارزاق متقسمه، محدش بياخد اكتر من رزقه ولا اقل من رزقه. بس ازاي؟ احنا بيصعب علينا نشوف حاجه في ايد حد مش معانا، بيصعب علينا بنموت. مش كل الناس، يعني خلينا بس نبقى ما نعممش الموضوع عشان محدش يفهم ان انا كلامي ده تعميم. التعميم في كل حاجه عامه غلط وحاجه مش سويه ومش صحيه، بس الغالبيه العظمى 70-80% من المجتمع المصري كده، والا ما كناش وصلنا للحل اللي احنا فيه، من اصغر حد لاكبر حد. ده حتى في الكوره، حتى في الكوره اللعبه اللي بيحبها العالم كله، احنا هنا فاشلين فيها. ليه؟ لان احنا ما عندناش تعاون، ما عندناش ازاي ننجح بعض.
دايما كل واحد بيحاول ياخد الكرة هو اللي يجيب بيها جون. طب ما تبصيها للي جنبك، ما هو ممكن يقدر يدخلها. لا، انا ادخلها واخد الاسم، انا ادخلها واخد اللقب. طب ما هو نجاح التيم كله من نجاحك. لما هما هينجحوا انت هتنجح، وهما هيتكافئوا وانت هتتكافئ برضه. لكن لا، احنا ازاي ننجح كلنا انا بس؟ احنا ما عندناش روح الفريق، ما عندناش روح التعاون، ما عندناش روح المحبة، عندنا سياسة الفرد الواحد. وعشان كده احنا عمرنا ما هننجح. تالت حاجة ممكن تكون هي السبب في ان احنا دايما بنفشل الناجحين، الفراغ والفضا. يعني ناس تقعد تنتقد اي حد، يعني بقى نيجي بقى للسوشيال ميديا، ناس تقعد تنتقد اي حد بتشوفه قدامها على السوشيال ميديا، او اي حد بتشوفه قدامها ناجح وطالع وبلوجر مشهور او فنان مشهور، لانها قاعده فاضيه ماسكه التليفون وعماله بتكتب اي كومنت يهين اي حد، حتى لو ما كانش يستحق الاهانه، او حتى لو يستاهل انت برضو مش من حقك تهينه. قول الكومنت بتاعك. انا مش بقول ان النقد وحش، خلينا نفرق برضو زي ما انا قلت لكم مليون مره. في حاجه اسمها نقد بناء، ونقد بانك انت تبقى مستغرب مثلا هو ليه اللي قدامك بيعمل كده، فتكتب له كومنت استغراب تعجب، هو انت ازاي بتعمل كده؟ يعني هو ده الطبيعي؟ لا، مش ده الطبيعي. ففي نقد يبني، وفي نقد تحسس اللي قدامك اللي هو انت بتعمل مشاكل او بتعمل حاجه غلط، فاحنا مش قابلين ده فبنعدل عليك شويه لان احنا اللي بنتفرج برضه. انما لما يكون حد ناجح ومفيش اي هفوات معديه، يعني مفيش حاجه معديه عليه جامده قوي وفي هفوات معديه عليه، فالناس تنتقده بكل قوتها عشان تفشله وتوقعه، ده اسمه فراغ وفضا وقله ادب. هديكوا امثله. طبعا هتقولوا لي ان انت طالعه بتعملي دعايه للي انت بتقوليه واللي ما بتعمليش دعايه. انا مش هيهمني اولا من اللي هيقول لي الكلام ده، لان انا اساسا يعني مش بعمل دعايه لاي حد، ده اساسي، لان انا اساسا مش فود بلوجر ولا اي حاجه. انتوا اكيد عارفيني طبعا، متابعيني المحترمين اللي عارفيني بيتفرجوا عليا، انا واثقه ان هم مش هيقولوا عليا كده، انا خلاص بقيت واثقه في ده. في ناس تانية بقى اللي ممكن تشوف الفيديو مثلا بطريقه مختلفه او بعين تانية، بتقول لك انت طالعه بتدافعي وخلاص. تمام، اللي يقول يقول. حد مثلا زي بلبن من كام يوم طلع على انا من عشاق بلبن، انتوا طبعا عارفيني، شفت ريفيوهات قبل كده من كام شهر لما عملت الحاجات انا وولادي بتاعت المطعم، يعني بتاعت بلبن. انا بحب بلبن جدا، انا شايفه ان كل منتجاته بتعجبني، يعني انا شايفه ان هو بيقدم كواليتي معقوله بثمن معقول. ده انا شايفه ده رايي، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وخصوصا في الاكل. تمام. فبلبن من كام يوم طلع نزل بوست على الصفحه بتاعته الرسميه بتاعته ان هو بيعتذر للناس عن ان هو سمى اسم السندوتش بتاعه بتاع الهليب ويحيح. اوكي، انا معاكم الاسم مش يعني مش اللي هو الواو، يعني الكلمه دي مش يعني مش لطيفه قوي. بس الناس عملت ايه قصادها بقى؟ الناس كان المفروض تكتب مثلا كومنتات، ما تحاول تغير الاسم ده مش مناسب مثلا لينا، الاسم دوت مش كويس، ما ينفعش اروح اقول للواحد اللي بيشتغل هناك عايز كذا. ماشي، انقد، مفيش مشكله خالص، انقد عشان المحل يعدل اللي هو بيعمله، مفيش مشكله. انما تطالب بمقاطعه بلبن، تطالب بمقاطعه واحد قعد يبني في نفسه سنين لغايه ما فتح 140 فرع تقريبا حوالين الوطن العربي كله، فاتح بيوت الافات وملايين من الناس. بتحاول تفشل مين؟ ده منتج مصري، وانتوا فاكرينه مقاطعه؟ سيبكوا بقى من فكره انا مقاطعه ولا مش مقاطعه، او انا مع المقاطعه ولا لا، او مع القصه والحوار ده، انا ماليش دعوه بالكلام ده، كل واحد حر. بس انا بتكلم دلوقتي، انتوا تدعموا المنتجات المصريه صح؟ عايزين تقطعوا بلبن ليه؟ الناس اللي كانت بتطالب بمقاطعه بلبن تقطعوا بلبن ليه؟ عشان اسم سندوتش ما تجيبوهوش. بسيطه قوي. او روحوا قولي له، او تروح تقول له يعني اللي عايز سندوتش، انا عايز سندوتش لهريبه. ايه المشكله؟ ده ذكاء منهم على فكره ان هم يعملوا ترندات سندوتشات باسماء او منتجات باسماء مختلفه عشان تسمع مع الناس. ما هو ده نوع من انواع الدعايه على فكره والماركتينج، مش حاجه عيب خالص. العيب بقى في منافسيه اللي بيحاولوا يفشلوه. كل الدعايه دي وكل الدعايه المناهضه انها تقاطعه، كل دي ناس بتنافسه ومش عارفه توصل له. معظم الناس اللي فاتحه محلات حلويات دلوقتي ما بقتش عارفه تنافس بلبن.
بدون ذكر اسماء عشان انا مش هقطع على حد، ولا المفروض ان انا اخرب بيت حد اقول لا ده احسن من ده او مين احسن من ده، انتوا الناس كلها فاهمه. بس دلوقتي معظم الناس بتروح عند بلبن عشان منتجاته حلوه، طعمها حلو، وسعرها معقول، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا. انا بالنسبه لي الكواليتي بتاعتها تحفه. يعني انا مثلا دوت اخر حاجه بتاعه ترند دبي دي، هبقى انزل لكم الصوره بتاعتها، رائع، خادم المنتج جدا. الاقي بقى ناس كاتبه على الصفحه في الصفحه بتاعته لما بيعمل دعايه، ده انتوا حاطينه فاضي، ده انتوا حاطينه ما فيهوش شوكولاته، ما فيهوش بيستاشيو، ما فيه. انا جبته مرتين ومن نفس المكان ونفس الجوده، وبيتعمل سخن وانت واقف قدامه. ممكن تكتبوا كومنت تقولوا انا معلش انا لقيت المنتج كذا وكان ناقص كذا وما كانش زي الاعلان او ما كان زي الفيديو، فممكن تحسنوه شويه، مفيش مشكله. حقكم على فكره كعملاء ان انتوا تكتبوا كومنت زي ده، بس مش من حقكم تخربوا بيت الناس، مش من حقكم تطلبوا بمقاطعه منتج مصري، مش من حقكم تعملوا ده. وليه عمل ايه؟ معترضين على الاسم؟ انتوا بتهزروا صح؟ يعني الناس اللي عمل كده دي بتهزر، بتستعبط. اسم؟ انتوا مش شايفين محمد رمضان بيعمل ايه؟ انتوا مش شايفين الناس في الشوارع بتقول ايه؟ مش شايفين الاطفال اللي ماشيين في المدارس والثانوي والاعدادي بيقولوا ايه لبعض؟ ولا انتوا بتدفنوا راسكم في الارض؟ يعني دلوقتي بلبن بقى سبب في افساد الذوق العام؟ يا سلام، والله العظيم مسخره، وحياه ربنا مسخره. انا مش قادره اصدق ان في ناس بالعقليه دي. انا مش هطول في الموضوع دوت لان هو فعلا بجد مستفزني جدا، بس اتقوا ربنا. الناس اللي بتخرب بيت غيرها عشان خاطر شايفاه ناجح، اتقوا ربنا. سلسله نجاح وتعب عليها عشان يفتح كل الفروع دي، اتقوا ربنا قبل ما تطلبوا بالمقاطعه وكلام وشعارات وكلام ملهوش اي لازمه. اتقوا ربنا واعرفوا ان في ناس تعبت عشان توصل للنجاح ده. انتوا بتشوفوا دايما التوب بتاع السلم، ما بتشوفوش الوقعات اللي حصلت على السلم. واحد وهو طالع السلم رجله اتكسرت، واحد السلمة بالنسبة له مكسورة أو كل السلالم مكسورة، واحد طلع بعكاز، واحد طلع وهو بيزحف. كل ده شافه وهو طالع لقمة السلم. انتوا بقى جيتوا شفتوا قمة السلم من غير ما تشوفوا كل العقبات اللي تحت. ليه بتعملوا كده يا جماعة؟ ليه؟ اتقوا ربنا. الناس دي تعبت عشان توصل اللي هي فيه. قبل ما حد يفكر يفشل حد، يتقي ربنا، يعرف انه هيقعد له في حياته وفي صحته وفي ولاده. مفيش حاجه بتتنسي قدام ربنا ابدا. داين تدان. زي ما حاولت تفشل غيرك وتفشل اللي بينجح، انت كمان هتفشل، انت كمان ربنا مش هيسندك. ده بالنسبه لبلبن. بالنسبه لناس تانية مثلا، اي بلوجر مثلا بيعمل دعايه او اعلان، ماشي، واحده انا متابعاها بدون ذكر اسماء بتعمل وصفات اكل. الست دي جميله جدا وبتعمل وصفات اكل جميله قوي، ماشي. انا هقول اسمها يعني، او ليه ما اعملهاش دعايه لي؟ عادي، اسمها نرمين صبري. الست دي جميله جدا جدا ومحترمه ولبقه. جوزها بيصورها وهي بتعمل وصفات الاكل، وهي بتعمل الاكل في المطبخ، هي بتعمل وصفات اكل بس، ما بتعملش حاجه تانية. شاطره جدا ومتميزه جدا ورقيقه جدا، تمام. فهي مسافره وداقت اكل هناك وهي مسافره في دهب، ماشي. الناس في الكومنتات بقى داقت اكل فبتعرضه عادي، بتعمل له ريفيو للاكل. هي اصلا يعني مش مطالبه انها تقول هي بتعمل اعلان ولا لا. مش من حق حد يسالها انت بتعملي اعلان ولا لا او ينتقدها. الناس في الكومنتات بقى، هو انت عشان سافرتي بقى فانت بتعملي دعايه للمحل ده وبتاخدي ثمن الفندق اللي انت صرفتيه عشان تعوضي ثمن الفندق اللي انت صرفتي فيه؟ بذمتكم ده كلام؟ بذمتكم ده منطق؟ انتوا مالكم تعمل دعايه ولا ما تعملش؟ انتوا مالكم؟ اعلان جاي لها. انتوا لو حد عرض عليكم اعلان مثلا ب 100,000 جنيه، اعلان ب 10,000، بلاش 100,000، بلاش، اعلان ب 10,000 جنيه، مش هتعملوه؟ اعلان محترم وكويس ومفيش اي حاجه ودعايه لمطعم معين، مش هتعملوه؟ هتقولوا لا احنا ما نعملش دعايه للاكل ده؟ ليه؟ ما دام المنتج كويس. وعلى فكره هي في الفيديو ما قالتش ان كل الاكل كويس، قالت ان الحواوشي مش عاجبها وفي حاجه تانية ما كانتش عاجباها. ايه يعني؟ انا مش فاهمه. هو انتوا مثلا لو انتوا ما كنتوش شفتوا الفيديو ده ورحتوا جربتوا المطعم، فوارد ان انتوا تلاقوا الاكل مش حلو، وارد. ولا حد عمل لكم دعايه ليه ولا حد اتكلم، انتوا رحتوا جربتوه، مش وارد؟ مش ده بيحصل؟
من قبل ما يظهر كل الفود بلوجر دول كلهم، مش كنتوا بتروحوا مطعم يا اما تلاقوه كويس مره، يا اما تلاقوه وحش مره، يا اما تلاقوه وحش فما تجربوهوش تاني، يا اما تلاقوه حلو فتفضلوا تاكلوا عنده؟ هو ده مش بيحصل؟ بتتهموا الناس اللي بتاخد اعلانات او بتجيب اعلانات ان هم بيقبضوا فلوس. ما يقبضوا، ايه المشكله؟ رزقهم، بتبصوا لهم في رزقهم ليه؟ انتوا مالكم؟ ما تسيبوا الناس في حالها. كميه الكومنتات السخيفه اللي على الفيديو مش ممكن. كلهم ستات، كلهم ستات. انا اسوأ تعليقات بشوفها من الستات، واكتر عدم تفاعل بشوفه عندي على الصفحه من الستات. على فكره هاني كل اللي بيعلق له او معظم اللي بيعلقوا له ستات، معظم اللي بيشوفوا الستوري بتاعته ستات. انا لا. هو ده منطقي يا جماعه؟ هو ده منطقي؟ الغيره والغل والحقد؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ نجاح اللي قدامكم هيضركم في ايه؟ ياخد فلوس ما ياخدش، انتوا مالكم؟ ما تعملوا زيه. لو انتوا زعلانين قوي اعملوا زيه. لكن لا، احنا نطلع غيرنا يقع، احنا نبقى شاطرين غيرنا يبقى فاشل. فن افشال الناجح، دي الستاندرد عندنا في مصر. فن افشال الناجح. بجد احنا واصلين لمرحله صعبه جدا جدا. بقينا بنزايد على بعض في كل حاجه. بقينا مش بس عايزين نكسب، لا ده احنا عايزين نخلي الناس ما تكسبش واحنا نكسب. الجروبات والمنافسات اللي في الجروبات والناس اللي بتبيع وبتشتري، ده رزق. ده بيبقوا محلين فاتحين جنب بعض نفس الحاجه، واحد بيبيع والتاني لا. ليه؟ ده اشتغل على نفسه وتعب، وده ما عملش كفايه لسه، في حاجه واقعه منه. ربنا بيدي كل واحد على قد اللي بيتعبه، مفيش تعب بيترمي على الارض. في حاجه اسمها ربنا موزع الارزاق. اتمنى بقى زي غيري وانجح زيه، دي حاجه مشروعه جدا. اتمنى ابقى شخصيا، يعني انا مثلا عن نفسي ابقى زي الدحيح مثلا في شهرة الدحيح والناس الحلوه اللي بتتفرج على الدحيح، القاعده الجماهيريه اللي عنده كل الناس تتفرج عليه. لا حب واحترام بخلاف المحتوى، لا حب واحترام وناس تشجعه في ناس احبطته طبعا كتير، كتير. بس انا بتكلم انا عن نفسي كواحده لسه بادئه على السوشيال ميديا. انا عايزه مثلا ابقى زي الدحيح مثلا، فانا اشتغل على نفسي واحاول لحد لما احاول ابقى زيه. انما اخش اكتب له كومنت فاشل، اخش اكتب له كومنت زفت، اعمل تقرير في الصفحه بتاعته، ريبورت مثلا عشان الصفحه بتاعته تتقفل. موقف تاني مثلا زي مكة بتاعت الفسيخ، طبعا كلكم عارفينها. الست دي راحت حضرت العزب بتاع ضاضة ابن اسماعيل الليثي الله يرحمه، طبعا كلكم سمعتوا عنه. كل الناس في الكومنتات طبعا ما انت حضرتي عشان خاطر تاخدي اللقطه، ما انت حضرتي عشان انت مشهوره وعايزه الكاميرات تجيبك. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه اتقوا الله، حرام عليكم والله. حتى في العزا تفتكروا حد هيروح يعزي حد عشان خاطر ياخد اللقطه؟ هيصوروه ايه؟ هيصوروه وهو بيعيط؟ هيصوروه عمال يلطم؟ الست طلعت صاحبتها، ام ضاضه دي طلعت صاحبتها من زمان ولازم تروح عشان خاطر تواسيها وتعزيها. ناس في الكومنتات ما رحمتهاش، حرفيا ما رحمتهاش. ليه؟ يعني حتى الموت كمان في مزايده، بتزايدوا على ايه؟ ده بخلاف بقى كل الناس اللي تطلع تقول لها انت ريحه بيتك فسيخ، انت بتروحي تسلمي على الناس وريحتك فسيخ، انت كل عيالك ريحتهم فسيخ ومدخلاهم مدرسه ومش عارفه الناس مستحملين ريحتهم ازاي. نقد مش طبيعي، لا اهانه، ده مش نقد، ده اهانه وقله ادب. انا مع مكة ولا اللي بتقدمه ولا اللي بتقدموش، انا مش من حقي اقول كده. انا شايفاها ازاي؟ شايفاها ست مكافحه، بنت نفسها عشان خاطر تعمل لنفسها فلوس وتعمل لنفسها باب رزق جديد. اعتمدت على شغلها، حد اداها حاجه من جيبه ومحدش اداها حاجه. فبتطلعوا تنتقدوها كده ليه؟ تشتموها ليه؟ الفسيخ ده اكل عيشها يا جماعه. هو بتوع الفسيخ دول يعملوا ايه؟ يعني يروحوا ينتحروا؟ انا مش فاهمه. بتنتقدوها عشان شغلها؟ طب نعمل ايه؟ نعمل نرش برفيوم مثلا على الفسيخ عشان انتوا ترتاحوا؟ انتوا متخيلين يا جماعه الناس بتفكر في ايه؟ متخيلين؟ ورغم كده الست كل مره تطلع تتنرفز وتشتم في الفيديوهات وتشتم الناس اللي بتنتقد وتقول لها تقول لهم حرام عليكم حرام عليكم. محدش بيتكلم، محدش بيسكت.
ارحموا بعض يا جماعه شويه، ارحموا بعض، الناس فيها اللي مكفيها. سيبوا اللي عايز ينجح ينجح، انتوا كمان ممكن تنجحوا معاه على فكره. الدنيا واسعه. عارفين الفيلم بتاع ريمي؟ شوف رزقك، الدنيا واسعه، محدش بياخد رزق حد، محدش بياخد مكان حد. انت اللي بتحدد مكانك بايدك، وانت اللي بتحدد برضو فشلك بايدك. ونجاح غيرك مش هياخد من نجاحك، ولا رزقه هياخد من رزقك. فارحموا الناس شويه بجد. يا ريت الفن الخطير اللي احنا عايشين فيه من زمان ده، فن افشال الناجح، يا ريت نهدمه. ده اكتر فن لازم يتردم. فن افشال الاخر، فن افشال الناجح. يا ريت نسند بعض، يا ريت يبقى في قلوبنا فيها محبه لبعض، نتمنى الخير لبعض عشان خاطر يجيلنا. طول ما انتوا بتتمنوا الشر لغيركم وعايزين توقعوا غيركم، ربنا هيوقعكم. والله العظيم كله سلف ودين، والله كله سلف ودين. اللي هتتقدموه النهارده تقدموه النهارده هيقعد لكم بكره، واللي هتعملوه في غيركم النهارده هيتعمل فيكم بكره. لو ما اتعملش فيكم هيتعمل في ولادكم. فخافوا من عقاب ربنا. متشكره جدا ليكم.